النهاردة معادنا مع الجزء التاسع من سلسلة أفلام فاست أند فيريوس، وبقية الأجزاء هتلاقيها موجودة في الوصف. وطبعا لازم تشوفهم الأول عشان تتابع تسلسل الأحداث. وبدون كلام كتير، يلا نبدأ. بيبدأ الفيلم سنة 1989 في أحد السباقات مع جاك توريتو، واللي يبقى والد دوم، واللي بيكون محترف سباقات. ووقت ما بيقف للصيانة بيروح ابنه جيكوب يجهز السيارة، وبيستشير ابنه دوم في اللي هيعمله، وبيعرفه يخلي باله من متسابق اسمه ليندر. ولما بتبدأ الجولة التانية من السباق بيخبط ليندر في الجدار، لكن من حسن حظه بيلحق نفسه، وبيزود السرعة وبيروح يخبط جاك بكل قوة لحد ما بيطير والعربية بتتحرق بيه، وبيموت قدام ابنه دوم. وبنرجع للوقت الحاضر، وقت ما بيكون دوم عايش مع مراته ليتي وابنه براين، وبيكونوا عايشين في هدوء وسعادة. لكن وهم واقفين في يوم بيلاقوا عربية جاية عليهم، فبيقول لبراين يدخل يستخبى جوه، وبيروح هو وليتي يجهزوا الأسلحة، لكن بيلاقيهم رومان وتيج ورمز زمايلهم. وبيستغرب دوم من زيارتهم، وبيسألهم عن السبب، فبيوريله فيديو للشخص ده واللي هنسميه جاك، وبيطلب منهم الفريق يتجمع من تاني. وبتقوله رمزي بعد القبض على سايفر تم تهريبها وخطفوا طيارة جاك ولازم يلاقوه، لكن بيقول لهم دوم انه ما عادش بينفذ مهمات وبيسيبهم ويمشي. فبيقول تيج لليت انهم هيبدأوا التنفيذ الساعة 8 الصبح عشان لو غيروا رأيهم. وبالليل بتقول ليت لدوم ان مش طبيعتهم يفضلوا في الهدوء ده، وانها لازم تروح تساعد الفريق. ولما بتمشي بيروح دوم يراجع الفيديو، وبيلاقي السلسلة الخاصة بعيلته واحد لابسها، وهنعرف قصتها قدام. وتاني يوم بيروح الفريق يركب الطيارة عشان يسافروا، لكن بيتفاجئوا ان دوم جاي، وبيوصلوا لمونتيكو بالعربيات، وده المكان اللي فيه طيارة جاك. ولما بيوصلوا بيلاقوها متحطمة، فبيدخلوا جوه وبيلاقوا مصدر الإشارة خارج من صندوق مقفول بشفرة، فبتقدر رمزي تفتحه، وبيلاقوا قطعة زي الحجر. وفجأة بيتضرب عليهم نار من خلال دورية معدية، فبيتبادلوا معاهم الرصاص، وكل واحد بيركب عربيته ويهرب. وبيفضلوا يطاردوهم لمسافة كبيرة لحد ما بيدخلوا الحقل ألغام، وبيقترحوا مع بعض انهم لازم يمشوا على سرعة 130 كيلو في الساعة عشان يتفادوا الانفجارات. وفعلا بيقدروا يتفادوا التفجير الا رومان، لان عربيته بطيئة، فبتفضل الألغام تنفجر فيه لحد ما بتطير العربية بين جبلين، وبيكون موجود تحته لغم، لكنه بيقدر يخرج منها ويلحق نفسه. اما دوم وليتي فبيكملوا هروب لحد ما بتيجي عربية تخبط ليتي وتطيرها، لكن بيلحقها دوم على اخر لحظة وبيقع منها الجهاز. وبيجي جيكوب اخو دوم واللي كان لابس السلسلة في الفيديو، وبياخد الحجر وبيهرب بيه، فبيطلع دوم وراه بأقصى سرعة. اما تيج واللي معاه فبيروحوا يعدوا من على الجسر المتكسر، لكنهم بينجحوا قبل ما ينهار بالكامل. وبنرجع لدوم واللي بيكمل مطاردة، وبتيجي طيارات الجيش تطاردهم بالصواريخ، وبيتصدم لما بيلاقي جيكوب زود السرعة ونط في الهوا، وبتيجي طيارة تمسك العربية وتطير بيها، فبيحاول يهرب هو وليتي من القذائف اللي بتتضرب عليه قبل ما يموت، فبينط بأقصى سرعة وبيقدر يشبك حبل الجسر في العربية لحد ما بترميهم على الناحية التانية. ولما بيتجمع الفريق بتقول لهم رمزي إن في حد قصد يحط الإحداثيات الخطأ عشان يخلص منهم، وبيسألوا دوم عن جيكوب، فقالت لهم ليت إنه يبقى أخوه. وبنروح لجيكوب واللي بيوصل للمقر بتاعه، وبتكون سايفر موجودة هناك بعد ما قدر يقبض عليها، وبيسألها عن مكان النص التاني من الحجر، فبتقول له إنه ده سلاح خطير والمفروض إنه ما يظهرش قبل 50 سنة من دلوقتي، لكنها في الآخر بتقول له على مكانه. في الوقت ده بيوصل دوم وفريقه للمخبأ السري الخاص بجاك، وده من خلال الإحداثيات اللي مع رمزي. وبتجيلهم مية أخت دوم، وبتقول له إنه جيكوب يبقى أخوها ولازم تكون موجودة معاهم، فقال لها إنها كده بتخاطر بكل عيلتها، فقالت له إنها هتقدر تحل المسألة، فبيوافق على انضمامها معاهم. بعد كده بتقول لهم رمزي إن الحجر ده خاص بمشروع أريس، واللي بيكون عبارة عن نظام اختراق لأي حاجة، ويقدر جيكوب يتحكم في أي سلاح سواء عادي أو نووي، ويقدر كمان يتحكم في أي جهاز في العالم. فبيقول لهم دوم إنهم لازم يتفرقوا ويوصلوا للجزء التاني قبل جيكوب، وبيرجع بذاكرته بعد وفاة والده
لما عرف إن عربية والده حصل فيها خلل في وحدة الإطفاء، وده خلى المحرك يضعف وتسبب في إنها تتقلب. فبيتأكد إن جيكوب هو السبب في وفاة والده، لأنه كان المسؤول عن تصليحها. فبيروح ليه وبيواجهه بالحقيقة، وبيقول له إنهم هيتسابقوا، ولو دوم كسب جيكوب مش هيرجع للبيت تاني، أما لو خسر فهيرجع ويبدأوا صفحة جديدة مع بعض. وفعلا بيوافق وبيبدأ السباق، وبيكونوا متكافئين هما الاتنين. لكن في الآخر بيقدر دوم يفوز، فبيعرف جيكوب مصيره وبيكمل طريقه، ومن يومها ما شافوش بعض. وبنرجع للوقت الحاضر بعد ما عرف دوم إن جيكوب موجود في لندن، فبيبعت تيج ورومان لألمانيا لأصدقائه القدام عشان يجيبوا منهم سيارات بسرعة أعلى. وكان عندهم في اليوم ده تجربة بينفذوها على عربية معدلة موجود فيها محرك صاروخ، وكمان بيخلوها تسابق طيارة، وبيفرحوا بنجاح الاختبار. فبيقول لهم رومان إنها ما سبقتش الطيارة، فقال له الشخص ده المهم إنها ما انفجرتش. لكن قبل ما يخلص كلامه بتنفجر. فبيسألهم عن سبب وجودهم، فقال له تيجي إنهم أصدقاء توم، وفعلا بيساعدهم. وبنروح لميا وليتي اللي موجودين في طوكيو عشان يتأكدوا إنه هان لسه عايش ولا مات. فبيروحوا للبيت بتاعه وبيدوروا على أي معلومة، لكن فجأة بتدخل عليهم إيلي وبتهاجم مجموعة مسلحة كانوا جايين يخلصوا عليهم، وبيتحدوا هما التلاتة لحد ما بيقدروا يخلصوا منهم. وبتاخد ليتي واحد منهم وبتنط بيه من الشباك، وقبل ما تتقتل بيجي قناص وبيقتل كل اللي حواليها، وبيطلع هو هان. أما دوم فبيوصل لندن وبيقابل كويني، واللي تبقى والدة ديكارد شو، وبتكون بتنفذ عملية سرقة كالعادة. فبيهربوا هما الاتنين مع بعض، وبيسألها عن مكان جاكوب، فقالت له إنها عارفاه. وبتنزله قدام قصر كبير، وبيقابل أوتو واللي يبقى شريك جاكوب والممول الخاص بالمشروع، وبيقول له إنه جاكوب مستنيه جوه. ولما بيدخل بيقول له جاكوب إنه هيقدم له نفس العرض اللي اتقدم له زمان، وهو إن دوم يمشي وما عادش يدور عليه تاني وإلا هيقتله. فقال له دوم إنه رحمه مرة ومش هيرحمه تاني، وبيرفعوا الأسلحة على بعض. لكن بتيجي قوات الانتربول وبتقبض على دوم. فوهم في الطريق للسجن بيطلعوا شوية بنات بقيادة واحدة اسمها ليسا، وكل ده عشان تنقذه. وبتديله المسدس الخاص بجيكوب، وبتقوله انه من خلال الخصائص الحيوية الموجودة عليه هيقدر يتعقبه بكل سهولة. اما باقي الفريق فبيسافروا لأدنبرا عشان يلحقوا جيكوب قبل ما ياخدوا النص التاني، وبيكون دوم متابع معاهم. وبتحاول رمزي تحدد مكانه من خلال الخصائص اللي على المسدس، لكن فجأة بيحصل خلل في النظام وبتتعطل كل الكاميرات. فبيفضل تيج ورومان يراقبوا المكان على أمل إنهم يلاقوه، وبيكون جاكوب موجود داخل المبنى وقدر يوصل للنص التاني. في الوقت ده بيروح تيج ورومان يضربوا الحراس دول عشان يشوفوا اللي موجود في العربية، لكن بيتمسكوا. ولما بيوصل دوم للمكان بيشوف جاكوب وهو بيهرب من خلال الحبل، فبيروح عشان يطارده. وبتشوف رمزي أوتو وهو خارج، فبتروح عشان تراقبه، وبيقول لها دوم تركب عربية وتطلع وراه. فبتروح تركب العربية اللي محتجز فيها تيج ورومان، وبتشغل المجال المغناطيسي، وبتتسحب الأسلحة اللي موجودة مع الحراس، وبيضربهم تيج ورومان لحد ما بيخلصوا عليهم. أما رمزي فبما إنها ما بتعرفش تسوق فبتكسر في كل اللي يقابلها في طريقها. وبيكمل دوم مطاردة في جاكوب لحد ما بيقدر يمسكه، وبيفضلوا يضربوا في بعض بكل قوة لحد ما بينطوا هما الاتنين على عربية رمزي، لكن بيقدر جاكوب يهرب منهم. فبتطلع رمزي وراه عشان تطارده، وبتشغل المجال المغناطيسي، وبتنجح انها تجذبه لحد ما بيدخل جوه عربيتهم، وبياخدوه على المخبأ السري الخاص بجاك، وبيحطوه داخل سجن محكم. وبتوصل ليتي وميا ومعاهم هان وإيلي، وبيتصدم الكل لما بيلاقوا هان لسه عايش، وبيسلم عليه دوم، وبيطلب منه رومان يحكي لهم اللي حصل. فقال لهم هان ان بعد موت حبيبته جيزل فضل عايش بلا هدف، وبعدها بفترة جاله جاك وطلب منه ينفذ مهمة، وهي سرقة تقنية معينة من بيت عالم، وكانت هي الحجر. ولما تمت عملية السرقة جه عشان يخرج، لقى عربية العالم انفجرت بيه هو ومراته، ولقى بنتهم إيلي موجودة وفي ناس جاية تقتلها، فقرروا انه ينقذها. ومن يومها وهي عايشة معاه. وقال لهم العربية لما اتقلبت بيه وجي ديكارد شو عشان يفجرها
كانت خطة من جاك عشان يبان إن هان اتقتل. وفجأة وهم قاعدين بيضرب جرس الإنذار، وبتدخل القوات الخاصة بأوتو وبيحرروا جاكوب. وبيقول له دوم إنه عارف المكان هنا كويس لأنه كان شغال مع جاك. وقبل ما يمشي بيقول له إنه مش السبب في موت والده، والسبب الحقيقي إنه مات لأنه كان قصد يخسر السباق لأن كان عليه ديون كتير، وإنه ما كانش يعرف إن السيارة هتنفجر بيه. وبياخد إلي هو ورجالته وبيمشي، وبيفضل كام واحد عشان يخلصوا على الباقي. فبيشغل تاج المغناطيس وبيسحب كل أسلحتهم بما فيهم فتيل القنابل المسيلة للدموع. وبيجري كل الفريق عشان يهربوا، لكن بتيجي القوات وراهم. فبيقفل دوم الباب على ليتي عشان تهرب، وبيضحي بنفسه عشان ينقذها. وبيفضل يضرب في كل اللي يقابله لحد ما بيوقع الجسر بيهم وبيقع في المية. لكن ما بتسيبوش ليتي وبتروح عشان تنقذه قبل ما يموت. بعدها بتعرفهم رمز ان جيكوب معاه دلوقتي كل اللي يلزمه عشان يشغل اريس، وانه هيطلق قمر صناعي مقرصن عشان يقدر يتحكم بيه في العالم، ووقتها محدش هيقدر يوقفه. وبتعرفهم كمان انه لو تم اطلاق القمر فهما مش هيقدروا يخترقوه ولازم يتوقف يدويا. فبيجيلهم دوم وبيقول لهم انهم لازم يوقفوه باي تمن، وبيعرفهم على الخطة اللي هينفذوها. وبنروح لجيكوب واللي بيكون واقف مع اوتو وبيتابعوا الصاروخ وهو طالع بالقمر الصناعي بتاعهم. وبعدها بيروحوا لغرفة التحكم، وبيدي الحجر لإيلي عشان تشغله، وبيحطه في الجهاز وبينجح في تشغيله. وما بيفضلش غير انهم يتصلوا بالقمر الصناعي لما يوصل لمداره. في الوقت ده بيكون تيج ورومان راكبين عربية معدلة موجودة على طيارة في الجو عشان يطلعوا للفضاء ويعطلوا القمر الصناعي يدويا. وفي اللحظة المناسبة بيتم الإقلاع وبينجحوا في الخروج للفضاء. أما دوم وليتي وهان وميا فبيروحوا يهاجموا سيارة التحكم، لكن بتطاردهم سيارات الحراسة وبيضربوا عليهم نار. فبيشغل دوم المغناطيس وبيدمرهم بالكامل. وبتكمل ليتي على الباقي هي وهان وميا، وبيقدروا يدخلوا للعربية اللي فيها إيلي وبينجحوا في تحريرها. وبنروح لأوتو واللي بيقول لجيكوب إن في مشكلة في الهوائيات الموجودة على سطح السيارة، فبيطلع عشان يصلحها. لكن بيتفاجئ إن الشخص الضخم ده جايله، وبيقول لأوتو إن كل حاجة شغالة كويس وحابب يعرفه على شركته الجديدة واللي بتكون سايفر. وبتكون دي لعبة منها عشان تخلي جيكوب يجيب ليها الجهاز وبعد كده تقتله. وبيدخل في قتال عنيف مع الشخص ده لحد ما بيرميه من فوق العربية، لكن بيلحقوا دوم على آخر لحظة. وبيوصل للمركبة اللي فيها ميا وبيروح يركب العربية وبيتحد مع دوم، واللي بيروح هو وليتي قدام سيارة التحكم وبيشغلوا المغناطيس بأعلى درجة عشان يحاولوا يوقفوها، لكن مع ذلك ما بتتأثرش بسبب ضخامتها. فبيقول ليتي إنهم لازم يرجعوا ويحاولوا يقلبوها، لكنها بتفشل في الوصول ليه. فبيدخل جيكوب مع دوم وبيشغلوا المغناطيس وبيقدروا يقلبوها، وبيلحق جيكوب نفسه على آخر لحظة. أما تيج ورومان فبيوصلوا للقمر الصناعي، لكن لما بيجوا ينفذوا عملية التفجير الأجهزة بتتعطل بسبب إنهم في الفضاء. فبيقرروا إنهم يضحوا بالوقود اللي هيرجعوا بيه للأرض ويدخلوا في القمر الصناعي ويدمروه. أما دوم فبيدخل هو وإيلي لسيارة التحكم وبيوقفوا عملية النقل، وبياخد الجهاز وبيهرب بيه إيلي، لكنه ما بيلحقش يهرب. في الوقت ده بتبعت سايفر طيارة بدون طيارة عشان تخلص عليهم. فبيرجع دوم لغرفة القيادة وبينجح انه يعدل مسار السيارة من تاني. فبتضربه سايفر بالصواريخ لحد ما بتتدمر السيارة بالكامل وهو فيها، لكنه بيلحق ينط منها على آخر لحظة قبل ما تخبط في الطيارة وتنفجر. وبكده بتفقد سايفر الاتصال بالكامل وبتخسر مشروعها اللي بتجهز له بقالها سنين. بعدها بيتصالح جيكوب ودوم بعد خلاف دم لسنين وبيديله مفتاح عربيته. أما تيج ورومان فبيقدروا يوصلوا لمحطة فضاء دولية وبيتم إنقاذهم. وكالعادة وبعد كل مهمة بيجمع دوم الفريق وبيحتفلوا مع بعض كعيلة واحدة. وفي آخر الفيلم بيظهر شو هو بيعذب في جاك وعامله كيس ملاكمة، وبيجيله هان عشان ينتقم منه. وده اللي هنعرفه في الجزء الجاي. لو عجبك بقى الملخص ما تنساش تعمل لايك وتدوس اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.